السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عيد مبارك يعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. إلى الموهبة الجزائرية التي تنشط في هولندا، يواصل النجم الجزائري الصاعد هشام فرح تقديم عروضه القوية في الدرجة الثانية الهولندية بألوان نادي كامبور. وعلى الرغم من هزيمة نادي كامبور المفاجئة على أرضه وأمام جماهيره أمس الجمعة بنتيجة 4-3 أمام الضيف جوان آزاد الذي يصارع من أجل البقاء، إلى أن فرح كان نجم المباراة بدون منازع أو من دون منازع، وسجل صاحب العشرين رابعا هدف بطريقة عالمية بعد سلسلة من المراوغات في الدقيقة 78. هدف جميل، هدف رائع، ليعود بعدها ب3 دقائق فقط ويسجل آخر أو هدف آخر على طريقة قائد الخضر رياض محرز، ليختار من طرف موقع سوفا سكور المختص في الأرقام والإحصائيات الأفضل في المواجهة بين كامبور والضيف جونغ. تحصل هشام فرح على تقييم 9.1 من 10، ويلعب فرح في نادي كامبور الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الصعود إلى الدرجة الأولى الهولندية، معارا إلى نهاية الموسم قادما من ليل الفرنسي. وخلال الموسم الجاري من الدرجة الثانية الهولندية، خاض صاحب القدم اليسرى السحرية الذي ينشط كجناح أيمن 29 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة. هذه الإحصائيات جيدة وجيدة جدا. المهم، هشام فرح هو لاعب وموهبة جزائرية قادمة، حتما ستعطى له الفرصة لو عاد إلى ليل أو أتته عروض من الدرجة الأولى الهولندية، على غرار لو يلعب في أندية مثل أياكس، مثل فاينورد، مثل مهم الأندية الهولندية في الدرجة الأولى، سيقدم المستوى الكبير وسيطرق أبواب المنتخب الجزائري. تابعوا هذه الموهبة وانتظروني في الفيديوهات القادمة. سلام.